درس في المسجد الأقصى المبارك أكثر من 300 عالم في آن معا، فقد كانت ساحات المسجد الأقصى تعج بالفقهاء، كما خصصت مصاطب لتدريس الحديث والتفسير والعقيدة وعلوم اللغة. ولأهمية دور مصاطب العلم في إحياء مشروع العلم في المسجد الأقصى، فقد اهتم برعايتها خلفاء المسلمين، حيث حرصوا على بنائها وتبليط سطحها من بلاط وحجر، وأقاموا فيها أحيانا محرابا باتجاه القبلة، وظل عددها يزداد إلى أن وصل في العهد العثماني إلى ما يزيد عن 30 مصطبة نبضت بحلقات العلم يوميا. كما حافظت الخلافة العثمانية على دور مصاطب العلم، وقد اهتمت ببناء وتوسيع مصاطب العلم والمدارس، ففي تلك الفترة ازدهر العلم وازداد عدد المصاطب والعلماء في المسجد الأقصى المبارك. واليوم يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تفريغ المسجد الأقصى من رسالته الدينية بمنع أهل فلسطين في الضفة وغزة والمسلمين من الوصول إلى مسجدهم المسجد الأقصى المبارك، وتعطيل رسالته العلمية والتثقيفية عبر تجفيف منابع العلم والتضييق على العلماء والطلاب للحيلولة دون الوصول إليه. وبالمقابل يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدنيس المسجد الأقصى المبارك عبر السماح لليهود والسياح العراة بانتهاك حرمة المسجد والتخطيط لتهويده وهدمه. في هذه الأجواء أخذت مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات على عاتقها مهمة إحياء وعمارة المسجد الأقصى بالمسلمين من خلال فعاليات ونشاطات للتواصل اليومي مع المسجد الأقصى المبارك. كان مشروع إحياء مصاطب العلم هو المشروع الريادي الذي من خلاله تم استقطاب 110 طالب علم من الداخل الفلسطيني ليلتزموا برنامجا يوميا يتعلمونه على مصاطب الأقصى، وذلك من الأحد حتى الخميس ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. وتقدم الدروس والمحاضرات على يد خيرة المدرسين والمختصين بعلوم الشريعة، ونسمو إلى الوصول إلى مئات طلاب العلم. ومن أجل تسهيل المهمة وتشجيع المدرسين والطلاب، فإن مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات تخصص منحا تعليمية شهرية دائمة لطلاب العلم، وتتكفل برواتب مدرسي مصاطب العلم. ولكي نصون ونحفظ المسجد الأقصى المبارك من كيد الكائدين، ولأن هؤلاء الطلاب الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوميا باتوا هم السد الأول المانع لحدوث أي مكروه لا سمح الله للمسجد الأقصى المبارك، فنهيب بكم أيها المخلصين ألا تبخلوا على مسجدكم الأقصى المبارك بالزيارات المتكررة، لكي تكونوا ممن يشاركون في الذود عن حماه وعن معالمه التي باتت مهددة بالانهيار والاحتلال. ولا تنسوا أن إحياء مثل هذه المسيرة التعليمية له أثر كبير وبعيد للمسجد الأقصى المبارك. كما نشكر جمعية ميراثنا على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا المشروع المبارك، كما ونأمل باستمرار هذا الدعم للمسجد الأقصى لكي ينعم من جديد بمئات الفقهاء والطلاب، وينعم من جديد بوفود المصلين الركع السجود والمعتكفين فيه. وما زالت المشاريع تتجدد وتكبر بتجدد وكرم الخيرين والكرماء في هذه الأمة، فبكم وبدعمكم السخي نكبر وتكبر مشاريعنا لنحمي القدس ونصون أقصانا المبارك من تدنيس الاحتلال الذي يبغي مسخ العقل المقدسي وطمس الهوية الدينية للقدس وأهلها. فكن أخي ممن خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين سألته ميمونة: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه.